أصدقائي الأعزاء، سيدتي الجميلة، مش كل ما يعرف يقال. خد بالك من الكلام، حتى ببيتك مش كل حاجة تطلعها للناس وتقول عليها، لأ، في حاجات انت بتحتفظ بيها لنفسك، لأن دي بتبقى من أسرار. ما بالك لما تبقى دولة بقى، لازم يبقى ليها اسرار. تعالى بقى الناس اعدائنا، اللي هم عمرهم ما بيقولوا لك حاجه في صالح البلد، الا كله لا، ده البلد في الحضيض، والبلد والبلد والبلد. لو مسكنا قصه العيش، لو مسكنا قصه الكهرباء، لو مسكنا قصه العاصمه الاداريه، اصلهم حاطينها في مكان، هي في مرمى بتاع اعدائنا يضربوها في ثواني. يعني الكلمات الكتير قوي دي. اولا عايزين نقول لهم حاجه ونفهمهم حاجه، بس عشان دول العالم مهما يحرتوا قدام الله عز وجل، لانه هو منزل السكينه على الشعب المصري، مش هتعملوا حاجه. بس بتبانوا ان انتوا يعني شغالين علينا بكل قوتكم. لازم احنا بقى، احنا كشعب وطني مصري اصيل، نرد على الكلام ده او ما نسمعوش خالص. يعني لما تشوف واحد بيتكلم لك قلت وعمال يدش، والبلد كلها وحشه، ويك ويك ويك، على طول اقلب، ما تسمعوش. بتسمعوا ليه؟ لما نقعد على لايف مثلا، واللي قاعده في الماسكه اللايف وعماله تشتغل في الاديان وبتاع، اسمعها ليه؟ واحده تاني عماله تتكلم، ولا واحد تاني عمال برضه نفس القصه. انت عايز تخش تدافع وبتاع وتدافع عن وطنك، يا عم ما تعبروش احسن. ما هو في مثل بيقول لك عبر عبر الخرا جيبك لورا. يعني بلاش نعبرهم احسن. اولا بتديهم دعم وبتديهم بتاع، وهو بيستمد، انما لما يلاقيش عنده حد خلاص هيتكتم ويسكت وانتهينا. انما احنا برضو عندنا حب الاستطلاع. ده بيقول ايه؟ طب ونرد عليه يا جدعان. ما انت هترد بتديله مجاله انه يقاوح معاك ويدي معاك وما اعرفش ايه، او هو ايه، عنده وسيله اقناع لذيذه برضو كده، لان هو سمح وبتاع وما اعرفش ايه، جميل. يعني الناس دي كلها جميله، ما هم كلهم اعدائنا. مواليد نطات خارجيه كلها، فلازم يطلعوا جمال. يعني خدوا بالكم الكلام، لان احنا في وقت، في وقت صعب صعب للغايه. نهاركم جميل، وربنا يغير حالنا من حال الى احسن حال، ويا رب يثبتنا يا رب العالمين على قيمنا ومبادئنا، وعلى ديننا يثبتنا رب العباد. نهاركم جميل، نهاركم سعيد، وخدوا بالكم الكلام، وما تساقوش زي مش هغلط بقى، مش هقولها، لا مش هقولها. نهاركم